السلام عليكم، معكم مريم، في عمري 47 عام، وجيت نعاود لكم القصة ديالي من الأول حتى الآخر، ونتمنى من أي واحد يسمعني وينصحني أشنو خصني ندير في هاد الحالة. أنا مريم، عشت مع والديا بخير، ما عندناش وما خصناش. الأب ديالي كان غير خضار كيبيع الخضرة، بائع متجول، ولكن كان وارث الدار ديال والديه، هو الوحيد اللي عندهم. الحمد لله ما كانش عندنا مشكل ديال الكرا، والماكلة راه كيقوم بها الأب ديالي. خويا اللي كان عندي، خويا كبر مني، تخرّج وخدم، وقرر أن الأب ديالي يجلس ما يبقاش مكرفس في الزناقي، هو اللي كيصرف على الدار. أنا من صغري كنحلم أنني نقرا، نكوّن مستقبلي، ندير مشروعي الخاص، نكون إنسانة فاعلة في المجتمع. كان عندي أحلام كبيرة، وكان كل صيف كيجي عندنا ولد خالي من فرنسا، كان كيجي هو والأب ديالو، الأم ديالي كانت كتفرح بيهم بزاف. أنا قريت وجلست 4 سنين مورا القراية ديالي، ما خدمت ما حتى شي حاجة من داك الأحلام اللي كنت عايشة فيها. دخلت في اكتئاب حاد، ملي جا خالي جاتني الفرصة، علاش ما نقولش ليه يديني تما. قلتها ليه، الأم ديالي تصدمات وما كانتش عارفاني أنني غادي نقولها ليه، قال لي ايوا بنتي يكون خير. طمعني بهاد الكلمة، وليت ديما لاصقاه، لدرجة ولد خالي قال لي انتي راه قارية تبارك الله وعندك دبلومات وماستر، كيفاش نتي ما خدمتيش؟ قلت ليه عييت ما نقلّب على خدمة والو، وصحاباتي اللي ما قراوش الماستر راه خدامين، وإلا أنا صحاباتي كلهم خدامين، وما كرهش أنني نمشي لفرنسا، نتوما كتعاودوا على فرنسا زوينة، فرنسا دارت ليكم، فرنسا فعلت ليكم، كون غير ديتوني حتى أنا نقاد راسي ونقاد والديا. ولد خالي اتفقت أنا وياه بدون العلم ديال الوالدية أنني نتزوّج أنا وياه زواج غير على الورق، مقابل نعطيه 6 المليون ويديني، وداك الشي اللي كاين. بقيت كنجمع و وعاونني خويا، قلت ليه أنا راه باغي غير نصايب شي وراق وهادي وهادي، خويا بقى كيبحث بزاف وما كانش موافق على هاد الاقتراح اللي قلت ليه. قلت ليه إلا ما درتوش ليا هاكا أنا غادي ندير شي حاجة في راسي. شاف حتى هي وقال لي أنا ماشي سوقي إلا وقعت لك شي حاجة، أنا 6 المليون ما غاديش تغلبني كيف ما عارفة انت، داكشي اللي جامعو غادي نعطيه ليك، ولكن القرار كيرجع ليك، أنا ما مسؤولش على هادشي اللي كديري فيه. المهم جا ولد خالي عاوتاني عدا، عطيتو ديك 6 المليون وتكاتبت أنا وياه ودرنا حفلة كبيرة، عرضت على العائلة وكلشي وصحاباتي، وكنت كنقول ليهم صافي أنا راه غادي نمشي لفرنسا غير وجدوا راسكم تجيو عندي. كنت كنفوح للناس وما عارفاش أن ولد خالي براسو غادي ينصب عليا. تزوجت أنا وياه من بعد واحد 3 شهور، قال لي أنا خصني دابا نمشي لفرنسا من بعد ونصايب لك الوراق. قلت له ياك قلتي لي غادي ديني معاك علاش ما ديتينيش؟ قال لي راه هادشي كياخد وقت وأنا خصني نمشي باش نتمم الإجراءات. مشى لفرنسا وخلاني، ما أنا مزوجة ما أنا مطلقة، بقيت عام على عام، كان كل مرة كنسولو كيقول لي باقي ما وجدتش الوراق باقي هادي. حسيت بحال شمتني، ولكن ما بغيتش ندخلها لراسي أن ولد خالي غادي يغدرني، بديت كيدخلني الشك والوالدية تا هما كذلك، خويا
خويا ما عجبوش الحال أنني درت العرس وعرضت على كلشي، بقيت كنعيط ليه كنقول ليه فين وصلتي في الوراق، كيقول لي باقي، باقي، من بعد واحد المدة وصلنا ليا واحد الشخص، هذاك الشخص كنت على علاقة معاه فاش كنت كنقرا، كنا علاقتنا زوينة بزاف ولكن ما كتبش أننا نكمّلو، كل وشد طريقو وكل وشد حياتو، هو خدام وكوّن راسو، بدينا كنهضرو كنرجعو للأيام ديالنا وهو ما كانش عارف أنني تزوّجت، بقيت كنهضر معاه، تلاقينا، غلطنا مع بعضياتنا، لقيت راسي حاملة، لقيت راسي حاملة منّو، شنقول لكم، عارفة راسي غلطت بزاف ولكن هاذاك الدري كنت كنبغيه بزاف، ملي قلت ليه أنا حاملة قال لي ماشي مشكل نتزوجوا إلا بغيتي، هنا عاد غادي نفيق براسي أنني مزوجة، ما عرفتش كيفاش غادي نصارحو بها، قالت لي داكشي اللي كاين وبقى كيخاصم عليا وكيغوت عليا كيقول لي أنتِ عمرني تصورتك غادي ديري ليا بحال هاكا ولا تكوني كدابة بحال هاكا، كيفاش أنتِ مزوجة وكتخوني راجلك معايا وضحكتِ عليا وأنا مشيت معاك بالنية وهادي. بقيت كنبكي وكنعاود ليه ما بغاش يتيق بيا، قال لي هاد الولد غير سيري طيحيه، أنا جامي غادي نسمح ليك، أنتِ مزوجة وجاية عندي، مخلية راجلك في فرنسا وجاية عندي، لقيت راسي في الدوامة وبقيت كنبكي كنقول غير سمح ليا غير نقول لك شنو كاين، راه أنا غير درت هاكا زواج على الوراق ولا بغيتي نصونيو ليه كاع وتأكد راه درت غير الزواج على الوراق باش نمشي لفرنسا، قال لي أنا ما كيهمنيش هاد الشي وما تصوني ليا ما نصوني لك، جرى عليا وعرفني حاملة وقال لي غدا غادي تمشي تحيدي هاد الولد وعمرك تعرفيني مازال، خفت من دارنا، خفت من خويا، خفت من الشوهة، الغد الليل جا داني درت الكورطاج لولدي، بقيت كنبكي كنطلبو غير يسمح ليا حيت أنني ما صارحتوش بالحقيقة، من تما مبقيتش شفتو، ولد خالي من بعد 3 شهور ولد خالي جا وقال لي أنا راه وجدت الوراق ويلاه معايا، وبغيت نقول لك واحد الحاجة، أنا الصراحة راه كنبغيك وما نقدرش نقولها لك بحال هاكا، وكتعجبيني وأنتِ الحمد لله دابا راكِ مرتي ولا بغيتيني دابا نديك ونعيشك كيف ما بغيتي، يعني نعيشو تحت سقف واحد، أنا بقيت كنبكي وكنسمع ما عرفتش راسي شنو واقع ليا ولا شنو هاد الشي اللي كيقول، واش غادي نقول ليه أنا راه مشيت مع واحد وهو حملني ودرت الكورطاج، شنو غادي نقول ليه؟ قلت ليه أنا ما اتفقتش معاك على هاد الشي، قال لي المهم أنا غادي نديك وديك الساعة يكون خير، مشيت معاه لفرنسا وهو ما عارف حتى شي حاجة من داك الشي، ولا كيطلب مني الحقوق ديالو، وليت كنتهرب منه وكنقول ليه أنا عمرني طلبت منك هاد عمرني قلت لك أنا غادي نكون أنا وياك مرا وراجل ديال بصح، بقى كيحاول معايا، صارحتو بالحقيقة، قلت ليه شنو كاين، أول مرة غادي ضربني بزاف، غير ملي ما قتلنيش راه لاباس، ضرب لي خيب بزاف، قال لي أني حمار اللي درت معاك هادشي كامل، وحتى من ديك ال6 مليون اللي عطيتيني أنا راه رديتها لك ديجا، عطيتها لوالديك، قلت ليهم بلا ما تقولوها ليها حتى نزيد عليها ونشريو ليها شي بارطما وهادي، وأنتِ
شنو درتِ؟ غدرتيني بهاد الطريقة، بقيت كنبكي وكنطلب فيه كنقول ليه شوف أنا راه ماشي غدرتك، حنا كنا مزوجين غير على الوراق، قال لي واخا تقولي غير على الوراق ولكن أنتِ غدرتِ والديك، غدرتِ ثقتنا كاملين فيك، أنا عارف راسي ما كنتش فاتحك في هذا الموضوع وهادي، ولكن عمري ما تخيلت أنِّك تكوني بحال هاكا بنت ديال الزنقة، بنت هادي، جرى عليَّ وصيفطني للمغرب ولكن دارت بيدني بزاف، مقدرتش نرجع لوالديا، حنت تعاود ليهم كلشي، والأب ديالي في التليفون سمعتو قال لي ما تجيش عندي إلا كانت دايرة هاد الشي بصح، أنا ما والدش وما عنديش البنات، رجعت للمغرب وليت ما عارفاش راسي فين غادي نصد، حاولت نرجع لهاداك الشخص اللي كنت كنبغيه ما بغاش، قال لي أنا ما يمكنش ليا نرجع مع وحدة كدبت عليه أنها مزوجة مع وحدة أنها دارت معايا داك الشي كامل وهي مزوجة وهادي وهادي، من بعد حاولت حاولت أنني نوقف على رجليا، أنني ندير بزاف د الحوايج، لقيت حياتي كلها تدمرات، من وحدة كان عندها الماستر لوحدة ولات غير كتجفف في الدروج غير باش تعيش.